ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اتمنى ان انتوا تعملوا لي اشتراك للقناة علشان اكبر معاكم. وتعالوا نشوفوا النهاردة عملنا ايه. عملنا احلى كيكة هتعجبكم جدا بدون لبن. طريقة سهلة، وشوفوا طريقة ازاي وهشة وعالية، ما هبتتش مننا ولا اي حاجة. وتعالوا نشوف الطريقة ازاي. اول حاجة انا استعملت 4 بيضات، حسب ما انت عايزة، 4 3 5 براحتك. كوباية سكر، فانيليا بالبرتقال وبيكنج باودر، وكوباية ونص من الدقيق. او لو انت عايزة تزودي 2 كوباية دقيق مع كوباية وربع من السكر. هحط بقى كوباية السكر، وهنحط البيض، وهنحط كيس الفانيليا اللي هو بريحة البرتقال. لو عندك تانك ممكن تحطيه، لكن الفانيليا بالبرتقال بتغني عن التانك خالص. طبعا هضرب دولت بقى مع بعض كويس جدا، وبعدين هرجع لكم. يلا بينا. وكده رجعت لكم تاني زي ما انتوا شايفين، ضربتهم كويس جدا. هننزل بقى كوباية زيت من اللي هي الصغيرة مش الكبيرة، وهضربهم تاني وهرجع اصبهم بقى في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي كيكة الخلاط، سهلة جدا. ما عندكيش مضرب فممكن اضربها في الخلاط وهتتعمل زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. هننزل بقى الدقيق بتاعنا، والبيكنج باودر برضو بفتحه وانزله. وطبعا انا غالية مية مغلية هحطها على الكيكة. مش هيحصل للكيكة اي حاجة خالص. كنا الاول بنعمل الكيكة وبنحط لبن او بنحط مية عادية، لكن ونخاف ان احنا نحط المية المغلية عشان هتبوظ الكيكة. لكن دلوقتي لا، حطيت ذرة ملح زي ما انتوا شفتوا كده، وبقلبها. وادي المية المغلية اهي. طبعا البيكنج باودر مع المية المغلية اتفاعلت زي ما انتوا شايفين كده وفارت. هحط لها كمان معلقة من الخل. ادي الخل، وهنقلب كويس جدا. وطبعا انا مولعة الفرن على 180 درجة. احضر بقى الصينية. الصينية حطينا فيها شوية زيت، لو انتي واثقة فيها هتعمليها كده. لو بتلزق هتحطي شوية دقيق وزيت، هتبطني الصينية. اهو زي ما كده اهزها وانزلها كده على الرخامة، وهندخلها الفرن. واما تطلع هوريها لكم، خليكم معايا. وكده طلعتها وقلبتها على صينية تانية، وهي طبعا سخنة، فانا مستعجلة عشان اخلص الفيديو. زي ما انتوا شايفين بتقطعوها بالطول. ونعملها بالورب كده اهوت برضو. كيكة كانت سهلة وجميلة وطعمها حلو، جنب كوباية شاي، أو كوباية شاي بلبن، هتبقى جميلة جدا. ولادنا طبعا بيحبوا الكيك. هنجيب بقى طبق ونحط
فيه نقدم فيه. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في الشير واللايك وسبسكرايب للي أول مرة يشوف قناتي. دي قناتي الجديدة، وأتمنى إن انتوا تشرفوني فيها. شايفين التخن بتاعها عامل ازاي؟ طبعا الصينية لما تبرد بقى ممكن في اكياس بتتباع ان انت ممكن تغطي بيها الاطباق او الصواني، فغطيها وهتسيبيها على الرخامة، مش هيحصل لها اي حاجة، بس الكيكة تبرد. وكده النهاردة الوصفة بتاعتي كانت النهاردة عبارة عن كيكة طرية زي ما انتوا شايفين كده وجميلة، مع كوباية شاي بقى، وانسي نفسك يا جميل. أتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهاردة، وأشوفكم على خير. مع ألف سلامة. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. باي باي.